صح المنتخب العراقي انتصر على المنتخب الاماراتي، لكن اكو اخطاء لازم نوقف عليها يمكن انت ما لاحظتها. عرضت لكم من الفاولين التكتيكيين اللي سووهن لاعبين المنتخب الاماراتي على لاعبين المنتخب العراقي اللي راح نحتاجهم بعد شويه، فخليهن ببالك وركزوا وياي. خلينا نجي على لقطه الهدف الاول للامارات، لان حكي كله هنا. مثل ما قاعد تشوفون لاعبين المنتخب الاماراتي قاعد يحاولون يدورون ثغره حتى يخرجون بالكره، ومثل ما نشوف الحارس خالد عيسى يلعب باص مجازف في اللاعب الارتكاز مال الامارات. لاعب الارتكاز ما احتاج غير كعب واحد حتى يخلي شير برا اللعبه اللي ضاغط عليه، وبكل فدائيه ينطلق المدافع يحيى ويخرج بالكره من الضغط. جاك ركض من ابو ظبي، ونوقف عند هاي النقطه اذا سمحتوا. المطلوب كان من لاعب المنتخب العراقي هذا اللي عليه دائره انه يوقفه، انه يلزمه ويسوي فاول تكتيكي، نفس الفاولين اللي شفتكم اياهن ببدايه الفيديو. هذا الفاولين التكتيكيين اللي سووهن لاعبين المنتخب الاماراتي بعد ما تقدموا. يحيى كمل مسيره وطب على المطبخ بما انه ما حد وقفه، شاف ثغره بالدفاع ولعب باص جميل لمهاجم المنتخب الاماراتي واجى منه هدف. اكثركم بهذا الهدف لام اكام وقال المفروض يغطي عليه تغطيه صحيحه، لكن تعال خل اشوفك شي جزء انت ما ركزت عليه. قاعد اشوف اكام بهاي الهجمه لما انطلق اللاعب يحيى عليه وتقرب من عنده قام ياخذ يمين ويرجع ياخذ يسار. ما سالت نفسك ليش سوى هيك اكام؟ هسه انا اقول لك ليش وراح تنصدم، لكن قبل لا اقول لك خلي لي متابعه ولايك وقدر جهودي. اصبعك هذا الحلو خليه على الزائد الاحمر جوا صورتي، وتعال استمتع ويانا بتحليل مباريات، وهسه نرجع نكمل. هذا اللاعب هو زيد تحسين قلب الدفاع العراقي بهالمباراه، صاعد لي صاير لاعب نص. ايش عندك هناك قاعد تتونس؟ يعني انت لا وقفت اللاعب وخليته يطب وايضا عايف مكانك. هنا كان محتار يروح يغطي على هالمهاجم لو غطى على هالمهاجم. بصراحه زيد تحسين مرات ياخذ قرارات تخليك ما تثق بيه. يعني هاي حاله ثانيه ايضا بالمباراه، اجى غطى على المهاجم وقطع الكره ورحم الله والديه ما قصر، بقى يركض بها لحد ما وصل منطقه الجزاء. هنا كان المفروض يلعب باص الجلال وجلال يتصرف بها، يا يشوت يا يمشيها باص. وحتى يزيد الطين بله افتر ولعبها الامير العماري، الامير اللي مراقب من اللاعب وكان ممكن تنقطع الكره وتصير خطره او يسجل المنتخب الاماراتي. ومثل ما قاعد يشوفون الامير العماري قام يصيح عليه ويقول له انت ايش قاعد توصل خاطر ربك. لازم ما ننسى ايضا وسط المنتخب العراقي سيء بقطع الكره وسيء بتناقل الكرات بخط الوسط. هنا راح نشوف لاعبين وسط المنتخب الاماراتي يتناقلون الكرات، وهذا الشيء ما موجود عندنا بخط وسط العراق. والاهم من هذا ولا لاعب من خط وسط العراق لا العماري ولا شير قدر يقطع الكره، وكانت كره خطره على مرمى المنتخب العراقي. بصراحه المنتخب العراقي يحتاج قاطع كرات مركز 6، واذا تتذكرون من ايام قصي منير ما اجانا قاطع كرات بالمنتخب العراقي. اللاعبين ما قصروا، امير صنع هدف وسجل هدف وايضا قدم مجهود بدني عالي، لكن انت محتاج قاطع كرات ينظف لك المنطقه امام المدافعين. بصراحه بعد ما طلع شيركو وسحب علي جاسم على الجناح الايسر وخلى ماركو فرج على الجناح الايمن، شفنا ماركو على الجناح الايمن يقدم افضل بهوايه من الجناح الايسر، قدر يصنع هدف، لكن ميمي كاد يضيعنا بهاي الكره. حتى هذا الباص الخرافي من ايمن حسين لولا انه موجود ميمي ما كان جه هذا الباص. ميمي لانه مهاجم متمركز بهذا التمركز، لكن علي جاسم لو باقي خلف المهاجم ما كان تمركز هذا التمركز وما كان اجت هاي الهجمه. اذا بيكم احد مركز الشوط الاول ايمن حسين لما ينزل يستلم او ينزل يبني هجمه، علي جاسم لانه مو مهاجم وما عنده فكر مهاجم ما يروح يستغل المساحه اللي يتركها ايمن حسين من ينزل يستلم، وهذا كان سبب ضغط كلش كبير على المنتخب العراقي. بهاي الحاله المدافعين يرتاحون، ماكو اي مهاجم يضايقهم، فوجود مهاجم ثاني يلعب ويا ايمن حسين يكون افضل، لان راح يتفاهمون ويتبادلون المراكز بشكل صحيح. قبل لا نطق سؤال الفيديو، الفريق قدم واستحق الفوز وهارد لك المنتخب الاماراتي الشقيق، لكن اكو اخطاء لازم تتصلح لان راح نلاعب فريق اقوى. سؤالي لك بهذا الفيديو، انت تشوف منو افضل لاعب بالمنتخب العراقي، وايضا كم تقيم اداء المنتخب العراقي من 1 إلى 10؟ اكتب لي بالتعليقات حتى نتناقش، ولا تنسى المتابعه واللايك. متابعه يا ولد، في امان الله وحفظه.